السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض صينية المكرونة البشاميل بطريقة بسيطة وسهلة، وما تنسوش تصلوا على النبي. بسم الله. نبتدي النهاردة مع بعض طريقة عمل المكرونة. هنحتاج نص كيلو من المكرونة الأقلام، وهنحتاج لتعصيق المفروم هنعصج المفروم، محتاجين ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وعليها بصلتين مفرومين، وعليهم فلفل متقطع مكعبات صغيرة. لو حابة ما تحطيش الفلفل براحتك، بس بيدي طعم جميل جدا. وكوباية من الطماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية. تمام. وهنحتاج 4 مكعبات من الزبدة، ده عشان نعصج المفروم. وهنحتاج للبشاميل 4 معالق من الزبدة، عليهم 4 معالق من الدقيق، ويتضاف لهم لتر من اللبن. حابة تحطي مكعبة من المرقة حطي، بتدي طعم جميل جدا على فكرة. هنحتاج معلقة من الملح وبهار لحمة وفلفل اسود وبابريكا. يلا نبتدي بقى الطريقة. بسم الله. نبتدي مع بعض. هنحط الحلة على النار فيها مية مغلية، ونجيب فيها معلقة كبيرة من الملح. أول ما المية تغلي خالص نبتدي بقى نضيف مع بعض المكرونة. هحط نص كيلو من المكرونة، وايدينا فيها نقلبها باستمرار، ونوارب الحلة عشان المكرونة بتفور يا جماعة. ونبتدي نجيب العين التانية، هنضيف في الوok او حلة اللي موجود عندك زيت وزبدة. لما يبتدوا يسيحوا مع بعض هنزل بالمفروم، وهقلب المفروم، وايد تانية بقلب برضو المكرونة عشان ما تلزقش. هنبتدي نقلب اللحمة مع بعضينا، والمكرونة على النار واللحمة على النار. اول ما تبتدي اللحمة تغير لونها هنضيف البهارات اللي هي البابريكا والفلفل والملح وبهار اللحمة. ابتدت اللحمة كده تاخد لون، نحط عليها البصل ونقلب اهو زي ما انتم شايفين كده، وايدينا التانية شغالة برضو بنقلب المكرونة عشان ما تلزقش. قلبنا البصل، هنحط الفلفل ونقلب برضو مع بعض. وهنا كده اللحمه استوت واتعصجت، هضيف بقى لها الطماطم كده، وايدي فيها بقلبها كويس، وهغطيها هغطيها كويس عشان تستبك معايا. وبقلب المكرونه وبطلع كده، بشوف لقيت المكرونه استوت هاخدها. المكرونه يا جماعه بتاعت البشاميل اللي بتتشطف بس، ما بتتغسلش. صفيناها كويس بقى تاني على الحله عشان هنقلب مع البشاميل. وهنيجي هنا على النار ونجيب معلقه زيت عشان الزبده ما تتحرقش مننا واحنا بنحمر الدقيق، واربع معالق كبيره من الزبده، عليهم 4 معالق دقيق اهو. هننزل بالدقيق ونقلب. اهم حاجه ايدينا شغاله في الدقيق، ومعايا اللبن في ايدي التانيه جاهزه، عشان اول ما تبتدي الدقيق يحمر معانا بنضيف اللبن ونبتدي نقلب. ايدينا شغاله في التقليب باستمرار عشان ما يفرش، ونهدي النار عليه. هنا كده خلاص اللحمه اتعصجت والبشاميل استوت زي ما انتم شايفين. خلاص كده هطفي على اللحمه وارفعها من على النار. تمام. والبشاميل برضو بيبتدي هو يتقل معانا، نسيبه لما يتقل شويه. انا ما بحبوش يا جماعه يبقى تقيل قوي. هضيف مكعب من المرقه وهستمر في التقليب اهو زي ما انتم شايفين. وهنا هضيف الملح والفلفل الاسود اهو. انا بحب احط لها قطعه من الجبنه المثلثات، بتديها طعم جميل جدا على فكره. جربوها هتعجبكم. دي التركايه بتاعتي بقى في المكرونه على فكره، يعني اضافه حلوه قوي وهتعجبكم. او نبتدي بقى نقلب لحد الجبنه ما تسيح ويتقل معايا القوام بتاع البشاميل. هنا كده احنا خلاص استوى البشاميل واستوت او زي ما انتم شايفين كده، شايفين القوام بتاعها. هنا هنجيب صينيه وندهنها كويس ونبطنها بالسمنه وهنجيب البشاميل وهنحط زي ما انتم كده شايفين جزء من البشاميل في قعر الصينيه. نص البشاميل هنضيفه على المكرونه ونقلبها كويس معاها، والنص التاني يا جماعه هنحطه على وش المكرونه. هنا كده انا بقلب اهو زي ما انتم شايفين البشاميل مع المكرونه كويس. هحط نصها في الصينيه. سهله ما تنسوش تدعمونا بلايك. بوزع اللحمه في نص الصينيه زي ما انتم شايفين كده اهو. اهم حاجه توزعيها كويس في كل الصينيه. وزعناها تمام. هنقوم جايبين النص التاني من المكرونه ونقوم مغطيين الوش بتاعها. غطيها كويس. اول ما تتغطى هقوم نازله عليها بباقي البشاميل. اول ما يتضاف هنجيب بيضه عليها شعره ملح وشعره فلفل اسود، هنقلبهم مع بعض ونحطهم على الوش. لو مش عايزه تضيفه بيضه براحتك، في ناس مش بتحب البيضه فوق، بس انا بحبها وبرده بتدي قيمه غذائيه للمكرونه يا جماعه. هنقلبها كويس معاها ونضيفها على الوش زي ما انتم شايفين كده اهو. اول ما نضيفها نحط جزء من الموتزاريلا فوق الوش. سهله وبسيطه، واللي متوفر عندك في البيت حطيه اهي زي ما انتم شايفين. هدخلها الفرن تستوي وهرجع لكم تاني بعد تلت ساعه بالظبط. اول ما تحمر الوش طلعيها. هنا كده لما طلعت من الفرن بألف هنا. ان شاء الله تعجبكم، جربوها. واتمنى ان انتوا تدعموني بلايك والاشتراك في القناه، ولو في اي استفسار في التعليقات وانا هرد عليكم. ولو عايزين اي طريقه هعملها لكم. هنا بنقطعها بس لازم تستنى يا جماعه لما تبرد على الاقل ربع ساعه. تمام.
وبألف هنا اهي. بصوا حضراتكم لما طلعت، لما بتتساب بتتماسك، بتبقى ايه متماسكه زي ما انتم شايفين، لكن لو قطعتوها سخنه بتفرفر. وما تنسوش تعملوا لي متابعه على الفيس، ولو انتوا على اليوتيوب تعملوا لي اشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.